بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مثل كده بيقول: المركب اللي فيها شيء لله تمشي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحاجة اللي عندنا أما نطلع منها شيء لله، ربنا بيزود الرزق فيها. أي حاجة بقى، لو أنت صاحب تجارة طلع من التجارة دي لله. لو انت صاحب محل ملابس ولا نظارات ولا اي حاجة من الحاجات اللي هي اللي بيحتاجها الانسان دي، طلع منها حاجة لله. ببلاش خالص، طلعها لله ونيتك لله. 3 حاجات هتعملهم في النية دي: اول حاجة ان نيتك ان الحاجة دي لله. تاني حاجة، طلع حاجة حلوة من عندك، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما نيجي نهديه أو نعمل هدية، فالهدية دي تكون أحلى حاجة. تالت حاجة إن أنت ما تمنش عليه بيها، يعني ما تقولوش بقى خد النضارة اهي ببلاش، ولا خد الفستان اهو ببلاش، ولا لا، يعني دي هدية من عندي. الكلمة الطيبة مع الهدية أنا بعتبرها كده زي الكريمة الحلوة اللي على وش الحلويات، اللي بتحلي الحلويات. فهي الكلمة الحلوة اللي لما بتيجي تديها لحد، يعني أما حد مثلا بالنسبة لي أنا، لأن كتير أنا مثلا حد بيديني فلوس الزكاة ده، فأنا على طول في مجال إن أنا بفرق الفلوس دي. آه، طبعا يعني اول حاجه ان انا بفهم الناس ان انا مش صاحبه فضل فيها، ان هي يعني من طالعه من الناس لله وربنا رزقكم بيها. لما تيجي واحده تقول لي شكرا ولا مش هقول لها ده انت اللي صاحبه الفضل عليا، يعني انت اللي اتفضلتي عليا بالحسنات، ودي ما فيش حاجه توازيها ابدا. فدايما لما اطلع حاجه لله طلعها بطريقه لطيفه وجميله، وطلعها على احسن حاجه. واتذكر دايما ان دايما خلي في دماغك ان العمل، نعمل من الاعمال اللي احنا بنعملها العاديه عمل لله. يعني لو انت صاحب عيال مثلا وربنا موسع عليك في الرزق، وبتكسي العيال دي في المواسم والاعياد والصيف والشتاء والحاجات دي، ما يجراش حاجه انك تزود غيار مثلا واحد لحد يكون بيربي ايتام، ولا حد ابوه يكون بيشتغل شغلة بسيطة، ولا تضيف طفل لأطفالك، تضيف حاجة لأعمالك. طلع شيء لله. كل ما تطلع شيء لله رزقك هيزيد. تأكد من دي. ربنا بيرجع الرزق أضعاف مضاعفة. فأنت طلعها لله، بس زي ما أنا بقول لكم بالنيات دي، إن هو يكون الحاجة اللي بتطلعها على أحسن حاجة. دايما طلع أحلى حاجة عندك، مش الحاجة اللي انت زهقان منها. يعني برضو كويسة انك تطلعها، بس يعني انا بحب الهدية تكون على احسن حاجة. كانت ستنا عائشة تعطر الدينار، ولما كان يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ليه بتعطري الدينار يا عائشة؟ فتقول فإنه يقع في يد الله. فهي بتعطر الدينار. وكان سيدنا ابن عباس كان يحب السكر، وكان يتصدق بالسكر كتير. وكانوا يقولوا له يعني ليه يا ابن عباس بتتصدق بالسكر؟ يقول لهم لان دي اكتر حاجة انا بحبها، فاكتر حاجة انا بتصدق بيها. الصدقة دي باب كبير قوي لحاجتين: للاجر ولمضاعفة الرزق. يعني وانت رزقك قليل طلع منه وتصدق. المركب اللي فيها شيء لله بتمشي. لو انت مدرسة مثلا، ولا انت مدرس وبتدي دروس، ولقيت حد من وسط الأولاد محتاج، اديله ببلاش، ضيفه للمجموعة ببلاش. واهتمامك بيه يكون زيه زي اهتمام أي حد قاعد. ما هي دي بقى مش الحاجة اللي ببلاش يلا كتر خيري اني بديله ببلاش، لا، ده كتر خيره هو اللي بيديك حسنات. فانت دايما كده. ولو انت دكتور طلع يكشف كام حالة كده ببلاش. لو انت صيدلي طلع شوية دواء ببلاش، وهكذا. كل واحد لينا عنده مراكب. المركب اللي فيها شيء لله بتمشي، لأن ربنا بيحب الصدقة. الصدقة دي من الحاجات اللي هي سماها الصدقة برهان. برهان يعني ايه؟ يعني انت بتبرهن على حبك لله عز وجل، ان انت بتطلع من اللي عندك وبتدي. وكل ما تدي كل ما هتاخد اكتر، ثق في ذلك. وغير كده ان انت سبحان الله بتتقرب لرب العباد بعمل الصدقة. قال ومن أتاني سعيا أتيته هرولة في الحديث القدسي. دايما خلي إيدك فيها الإنفاق. دايما خلي إيدك هي اليد العليا.
اليد العليا دي كبيرة قوي عند ربنا، ان هو قدرك ان انت تكون من اليد العليا. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.